طب يا جدعان، في خلال فيديو النهارده عايزين نحلل كل الاعلانات التي في سبوت اللي نزلت لفيلم فانتاستيك فور فيرست ستيبس. انا عارف ان هو الفيديو ده ممكن ينزل نوعا ما متاخر، ولكن ده عشان شركه مارفل حرفيا كانت بتنزل في اليوم حوالي 3 اعلانات، فحبيت ان انا استنى عشان ناخد كل اللقطات اللي احنا محتاجينها ونفهم القصه ممكن تتكلم عن ايه. وبلاش كلام كتير وتعالى نبدا الفيديو. نبدا الاول بالاعلان اللي باسم وات تايم از ات، وهو اعلان بسيط يعتبر نازل من الممثلين. بنسمع في البدايه بتاعته بيدرو باسكال بيسال الممثل اللي هو بيلعب الدور بتاع ذا سينج هي الساعة كام دلوقتي، وإيبون موس بيرد عليه وبيقول له إن هي الساعة 8 و28 دقيقة. والإعلان ده يعتبر هو لسه نازل امبارح في نفس الميعاد ده بالليل، فيعتبر هو لسه جديد. بس المهم الفكرة من الساعة 8 28 دقيقة إن هما بيلمحوا على الرقم بتاع الكون الخاص بيهم جوه أحداث الفيلم، وده لأن اتذكر من المخرج مات شاكمان بنفسه إن هو الكون بتاع الفريق هيبقى الكون 828. خلي بالك إن هو كون 828 غير الكون 838. 828 هو خاص بالفانتاستيك فور اللي هيبقوا موجودين في الفيلم، و838 الكون الخاص بالإليموناتي من أحداث فيلم دكتور سترينج 2، والاتنين ملهمش صلة ببعض. والفكرة من إن هو الكون ده يبقى 828 إن هو يعتبر يوم 28/8 هو عيد ميلاد الكاتب جاك كيربي، واللي هو أنشأ فريق الفانتاستيك فور بمساعدة طبعا ستان لي. عندنا لقطة جديدة للصاروخ اللي شفناه في الإعلانات أكتر من مرة، وأعتقد هنا في المشهد ده هم رايحين لجالاكتوس. دي تعتبر مش حاجة افتكاسة مني، لأن بكل بساطة على حسب كل اللي احنا شفناه في كل الاعلانات لحد دلوقتي هو فريق الفانتاستيك فور مش هيركب غير مره واحده في خلال احداث الفيلم الصاروخ بتاعهم عشان يروحوا يقابلوا جالاكتوس، وده بعد ما شخصيه سيلفر سيرفر هتيجي عشان تمهد ليه. وغير كده راجع ورايا كل الاعلانات اللي نزلت هتلاقي انه مفيش اي مشهد تاني ممكن يكونوا طلعوا الفضاء عشانه. وطبعا الكلام اللي انا قلته يعتبر هو مش حرق، لان زي ما قلت هو كان موجود في الاعلانات. ولو تاخد بالك برضو اللي ممكن يدعم الكلام ده اكتر ان هي الناس هتلاقيها ان هي واقفه تحت ناحيه الصاروخ كتير جدا. بعد كده بنلاقي مشهد للسفينه بتاعت جالاكتوس واللي هي اسمها تا اي واللي هي بتتنطق تا 2، واللي برضو على حسب مشاهد تانية فهمنا ان هو الفريق هيروح هناك عند السفينه دي عشان يقابل جالاكتوس، واول ما يوصلوا هناك هيلاقوا سيلفر سيرفر ان هي بتقابلهم وبتاخدهم توصلهم عنده. ولو ركزت هتلاقيها ان فعلا الشخصيه دي كانت بتطير قدامهم عشان توجههم ناحيته. كان في مشهد كمان موجود في الاعلان الرسمي الاول اللي احنا سبق وحللناه هنا في القناه، الناس كانت بتتكلم عليه الفتره اللي فاتت بشكل كبير نوعا ما، ولكن الكلام فيه مكانش منطقي على الاقل بالنسبه لنا. المشهد بكل بساطه كان بتاع الفريق وهم موجودين في التايم سكوير، وكان في كده تحس انه في فراغ ما بين جريم وبين ريد ريتشارد. في ناس خدت المشهد ده وفضلوا ان هم يتكلموا خصوصا على ريدت وتويتر، وقالوا انه باين انه في فراغ كبير هنا، فتقريبا في شخصيه موجوده واتمسحت بالسي جي اي، وده بحيث مارفل ما تعرفناش مين هي الشخصيه اللي موجوده هنا ونتفاجئ بالشخصيه دي جوه الفيلم. بس من ضمن الاسامي اللي اتذكرت ان هي دي ممكن تكون سيلفر سيرفر، وهنا في المشهد ده هي واقفه جنب الفريق ضد جلاكتوس. وفي ناس تانية قالت انه هنا ده هيبقى دكتور دوم، لان دكتور دوم هو اللي ممكن يقدر يهزم جلاكتوس، بحيث عن طريق ان هو يهزم جلاكتوس نعرف ان هو دكتور دوم شخصيه تقيله وشخصيه قويه، خصوصا ان كل التصريحات اللي عماله بتنزل بتقول ان هو جلاكتوس هو نسخه وحيده موجوده في المالتيفيرس بالكامل. وكل الكلام اللي كنا عمالين بنسمعه ان هو جلاكتوس مش هيموت في احداث الفيلم. في ناس قالت ان هو طالما احنا داخلين على فيلم افنجرز دومز داي والفيلن بتاعه هو دكتور دوم، فممكن دكتور دوم هنا هو اللي يساعد الفريق وهو اللي يهزم جلاكتوس. ولما هو يعرف يهزم جلاكتوس هو هيثبت نفسه ان هو اقوى من الفريق بتاع الفانتاستيك فور، بالتالي لما يظهر في خلال فيلم دومز داي هيبقى هو كده تفوق على الفانتاستيك فور، وواحده واحده هيتفوق على بقيه الابطال. في ناس قناعاتها كانت كده، بس ملناش دعوه برضه، اديني بنقل لك الكلام اللي عمال بيتقال. في بقى ناس تانية قالت انه هنا ممكن يبقى مول مان هو موجود، او ريد ريتشارد نسخه الممثل ايون جروفيلد اللي هو بتاع فانتاستيك فور 2005 و2007. بس الخلاصه في الكلام ده كله ان انا الصراحه من وجهه نظر الشخصيه شايف انه الفراغ ده هو مجرد فراغ. هتيجي تقول ليه؟ هاجي اقول لك لان بكل بساطه مارفل عملت الحركه دي بتاعت ان هم يشيلوا شخصيات بالسي جي اي اخر مره ساعه الاعلان الرسمي لفيلم سبايدر مان نو واي هوم. دي المره الوحيده اللي هم شالوا توبي ماجواير واندرو جارفيلد من الاعلان الرسمي، انما بعد كده الحركه دي حصلت في اكتر من اعلان واشهرهم فيلم ثور لافن ساندر. انا نفسي قلت انه كان في مشاهد باين فيها انه في فراغ، وممكن معنى الفراغ الكبير ده انه في شخصيه اتشالت بالسي جي اي بالفعل، ولكن اللي واضح ان مارفل كانت بتستخدم الطريقه القديمه اللي هم كانوا بيستخدموها في الاعلانات عشان يعرفوك انه في كاميو بس متشال. تقريبا كده بداوا يستخدموها عمال على بطال من بعد نوي هوم، وفي الاخر ده خلى الناس ما تتحمس، والناس عرفت ان مارفل بتحط فراغ كبير عشان بس تديك احساس بالتشويق، ولكن في الحقيقه خلاص وضحوا ان هم مش هيظهروا شخصيات في خلال الاعلانات او كده. فالخلاصه في النقطه دي انه غالبا بنسبه كبيره ما فيش حد هنا. ثم بعد كده بنلاقي مشهد لريد ريتشارد وهو بيتكلم والفريق واقف جنبه بالبدل بتاعتهم، ما عدا شخصيه سو ستورم اللي باين
من تحت كده ان هي لابسه الجاكيت مش البدله، وده غالبا المشهد اللي ريد ريتشارد هيقول فيه للاعلاميين وهيقول فيه لكل الناس اللي موجوده في كوكب الارض ان احنا هنحميكم، واللي احنا شفناه قبل كده في الاعلان الرسمي. وكذلك برضو تكمله للمشهد بتاع سو ستورم اللي هي هتقول لهم ان احنا هنواجه جالاكتوس كعيله واحده. ثم عندنا بعد كده مشهد لجوني ستورم وهو على ظهر بين جريم او ذا سينج، والمشهد ده كان فيه منه نسختين كانوا موجودين في الاعلانات اللي فاتت. النسخه الاولى وهو كان على ظهره عادي وهو مشتعل شويه، والمشهد الثاني يعتبر هو نفسه بالنص بنفس كل الكلام اللي بيتقال، ولكن هنا هو مشتعل بالكامل. المشكله في المشهدين دول ان هو سواء الاول او الثاني انت بتلاحظ ان الشعر بتاع جوني ستورم مش بيتحرك، يعني لو رجعت الاعلانات هتلاقي ان الشعر مش بيتحرك حتى وهو نازل لتحت. هي دي تعتبر غلطه ولكن ما علينا هنعديها. وبعد كده بنشوف مشهد لريد ريتشارد وهو بيجري مع بين وجوني، وطبعا مش محتاج ان انا اقول لك انه ده في الفاينل باتل واضح جدا. وسو ستورم هي موجوده هنا وده باين من الحقل بتاع الطاقه اللي هي عاملاه من ورا. بس للامانه اللي عاجبني في المشهد ده ان هي اخيرا مارفل شغلت دماغها، وده لان في تفصيله هنا عجبتني ان هو ريد ريتشارد البدله بتاعته تعتبر متقطعه. التفصيله دي هي عجبتني انا شخصيا لان اخيرا مارفل اقتنعت ان هي الشخصيات دي بتتضرب فلازم البدل بتاعتهم تتقطع، فلازم تكون الشخصيات دي واقعيه اكتر. وده على عكس العك اللي احنا كنا بنشوفه قبل كده حتى في سبايدر مان نو واي هوم نفسه، الشخصيات كلها عماله بتضرب في بعض ولكن البدل سليمه سبحان الله. فالحمد لله ان هم دلوقتي بداوا يقتنعوا ان هم يحاولوا يخلوا الافلام دي واقعيه الى حد ما. طبعا دي عشان افلام سوبر هيروز مش بقولك ان هي تبقى 100% رياليستيك، ولكن قصدي ان هم مثلا في شخصيات ضربت يوروك اثار الضرب، في مثلا هدوم اتقطعت يوروك القطعات بتاعه الهدوم بشكل فعلا واضح. ده بالظبط كده البدله بتاعه سبايدر مان توبي ماجواير لما هي اتقطعت في خلال الثلاثيه بتاعته اكتر من مره، فده برضو كان بيحببنا في الافلام دي واللي هي التفاصيل الصغيره. عندنا في اعلان تاني وهو باسم بيست تيم، بنشوف خلال الاعلان ده مشهد لسو ستورم وهي بتشيل يافطه لشركه 7 اب وهي بتقع على الناس في الشارع، والمشهد ده محتمل بنسبه 99% يبقى موجود في بدايه الفيلم، وده لان الناس هنا موجوده زي ما انت شايف كده حواليهم. وعلى حسب اللي احنا عارفينه والكلام ده انا محلله من ساعه الاعلان الرسمي الاول ما نزل، اللي احنا فهمناه واستنتجناه من الاعلان الاول ان هم الناس هيستخبوا تحت الارض لما جالاكتوس يجي، وده بمساعده مول مان والفريق بتاع الفانتاستيك فور، وبالتالي مفيش حد هيبقى عايش على سطح كوكب الارض لما جالاكتوس يوصل. فبالتالي اي مشاهد انت شفتها او ما زلت بتشوفها بتلاقي فيها ان التايم سكوير او المناطق تعتبر هي فاضيه ما فيهاش ناس، دي تعتبر مشاهد الفاينل باتل. اما مشهد او مشهدين او ثلاثه للشخصيات وحواليهم شويه ناس في الشارع ده يعتبر مشهد في بدايه الفيلم. وبعد كده بنلاقي مشهد برضه في نفس الاعلان لريد ريتشارد وهو بيقول ناو او دلوقتي، وبتلاحظ اول حاجه ان البدله بتاعته تعتبر متقطعه، وبتاخد بالك برضه ان هو وراه على الجنب الشمال كده بتلاقي انه في لوحه اعلانيه موجود فيها اعلان لايد ريد ريتشارد جنبيها المنتج اللي هم بيعلنوا عنه. واللي عاجبني الصراحه في خلال الاعلانات برضه بتاعت الفيلم ده كلها ان هو في اكتر من منتج يعتبر الفريق بيروج ليه، زي الكورن فليكس اللي هو كان يعتبر موجود في الاعلان الرسمي والاعلان التشويقي، كذلك برضه اللوحه الاعلانيه بتاعت الصن بلوك ولا ايا يكن اللي هو بتاع واقي الشمس ده، واللوحه الاعلانيه الثالثه واللي انا لسه متكلم عليها دلوقتي، والجريل اللي بتطير، وشويه المنتجات التانية اللي هم اعلنوا عليها في خلال الاعلانات او على الانستجرام. الترويج ده الصراحه يعتبر هو عاجبني لان بيثبت لك ان هو الفريق يعتبر مشهور وبيستخدم شهرته لنفسه، بحيث بقى يعملوا شركه خاصه بيهم او مؤسسه او يستثمروها في نفسهم بمعنى ادق.